في أعماق أفريقيا، وفي زمن كانت فيه كرامة رخيصة والإنسان بيتباع زي أي سلعة في السوق. كان فيه راجل بسيط اسمه باتا سيكا. راجل ما كانش يملك من الدنيا حاجة، لا بيت لا حرية ولا حتى اسمه كان ملكه. مجرد عبد مربوط بالسلاسل، جسده للجلادين وروحه للمعاناة. لكن القصة دي مش عادية. القصة دي هتخليك تقعد مشدود من أول كلمة لآخر نفس. ليه؟ لأن باتا سيكا اتحول لأسطورة، أسطورة مأساوية خلت الناس بعد مئات السنين لسه بيفكروا فيه. البداية كان التجار بيتعاملوا مع العبيد بوحشية، يربطوهم بالسلاسل، يبيعوهم في المزاد زي البهائم. كل واحد فيهم بيتسعر بالوزن والعمر وقوة الجسد، وكانوا شايفين في باتا سيكا آلة إنجاب مش أكتر. قرروا يستغلوه بطريقة بشعة، يجبرونه يتجوز أكتر من مرة، ويجبروا نساء عبيدات يتلاقوا معاه، والهدف واحد: أطفال عبيد جدد. لكن المأساة الأكبر إن الأطفال دول كانوا بيتولدوا وهم لابسين قيودهم من أول نفس، يصرخوا مش من برد أو جوع، لكن من قدر مكتوب عليهم، قدر إنهم هيعيشوا عبيد زي أبوهم وأمهم. باتا ما كانش يعرف الراحة. كل ليلة كان يسمع بكاء الأطفال اللي هو نفسه خلفهم، لكن ما كانش يقدر يعمل أي حاجة. أب ل 249 طفل، لكن ولا واحد منهم قدر يندهله كلمة أب بحنية. كانوا يشوفوه مجرد عبد زيهم. الطفولة كانت مسروقة، والطفل مجرد مشروع عبد صغير هيتباع بكرة أو بعده. تخيل الإحساس، إنك أبو مئات لكنك عاجز قدام دموعهم، عاجز قدام قسوة مصيرهم. كان بيشوفهم بيتفرقوا واحد ورا التاني، طفل يتباع لسيد في مدينة تانية، طفلة تنسحب من حضن أمها بالقوة، والكل مربوط بالسلاسل. وهو واقف بيتفرج عاجز، قلبه بيتقطع ومفيش في إيده أي حاجة. الزمن كان بيمر والولاد بيكبروا، بس بدل ما يشوفهم بيجروا ويلعبوا أحرار، كان بيشوفهم بيشتغلوا، بيشيلوا، بيتعذبوا، بيتجلدوا. كل مرة يشوف الصياد بتقطع جلد ابنه أو بنته بتتباع زي أي سلعة، كان باتا بيصرخ من جواه، لكن صرخته ما كانتش بتوصل لحد. 249 طفل، كلهم مكتوب عليهم يعيشوا عبيد، يتباعوا، يتفرقوا، يتسحلوا بين المدن. وكل ده عشان شهوة المال والجشع عند الناس اللي استعبدوه. باتا سيكا مات لي معاش، عبد، يمكن مفيش حد ودعه، يمكن مفيش جنازة تليق بإنسان، لكنه ساب وراه حكاية مرعبة وأرقام مش طبيعية، وساب وراه جيل كامل من العبيد اللي اتولدوا في قيود. قصة باتا مش للتسلية، دي صرخة في وش البشرية كلها، إن مفيش أبشع من إنك تسلب إنسان حريته، تخليه مجرد رقم أو سلعة. يمكن باتا نفسه ما قدرش يختار مصيره، لكن اللي سايبه وراه فضل شاهد حي على أبشع الجرائم ضد الإنسانية. فاسم باتا سيكا، العبد اللي أنجب 249 طفل، مش أسطورة عادية، ده لعنة بتفكرنا إن الحرية هي أتمن نعمة ربنا ادهلنا، وإن اللي عاش محروم منها عاش ومات في جحيم على الأرض.